تخيل تكون في عالم مليان خيال وأكشن وغموض وأحداث تخليك مش قادر ترمش من الحماس، وكل ضربة ممكن تغير مصير العالم كله. النهاردة هنتكلم عن انمي من النوع اللي بيخليك تحس بالأدرينالين في عروقك من أول حلقة. وما تنساش تصلي على النبي وتحط اللايك الجميل والاشتراك المتين، ودعونا نرى ما الذي جرى. في عالم انهار بسبب فيروس قاتل، والبشر بقوا على حافة الانقراض. كائنات مرعبة اسمها كاباني سيطرت على كل المدن، والناس بقت عايشة في خوف دائم، محبوسين جوه قلاع متحركة اسمها كوتيتسوغو. بس وسط الرعب ده بيظهر شاب اسمه إيكوما، ومش زي أي بشر تاني. شاب قرر يقاوم مش يهرب، قرر يحارب الكاباني بنفس قوتهم. رحلة مليانة دم، شجاعة وخيانة، في عالم ميت بس في قلوب لسه بتدق عشان الحرية. وبيبقى باين على البنت دي إنها محترفة. فجأة بيجي الزعيم كينشو وبيقول للحارس البنت دي تبقى ضيفتي، وبيعرفها بنفسه. وبيجي شخص مع البنت دي اسمه شيمون، فبيقول له كينشو أنا قريت رسالتك، بس الأول هنروح على القصر. لكن فجأة بيخرج شخص من العربة وبيصرخ وهو بيجري، وبيحاول الحراس إنهم يوقفوا، وبيقولوا له إنهم عليه آثار عضة زومبي. وأثناء ما بيجري بيقع على الأرض، وبيتجمعوا الحراس حواليه وبيبقوا خلاص هيقتلوا، بس بينادي عليهم إيكوما وبيقول لهم يوقفوا اللي بيعملوه لأن الشخص ده مش زومبي. لكن الحراس مش بيصدقوا، فبيجري إيكوما وبيقف قدامهم وبيقول لهم المفروض الأشخاص اللي بيبقى عليهم علامات بيتحاسبوا 3 أيام وبيتم مراقبتهم. بعد كده بتوزع بنت في قطار أكل للناس، وبيكون الحارس واقف مع جنوده وبيسألوا واحد من الجنود لو الحصن رفض يخليهم، فبيقول له الحارس إن زعيم الحصن بيبقى عم أيامي، فمش هيقدر إنه يرفضانا. وبيحلم إيكوما بحلم البنت اللي كانت معاه والزومبي خلص عليها، وبيفوق وهو مفزوع بيلاقي مومي قاعدة وبتقول له انت جسمك اتعافى عشان انت نص زومبي، وانا وعدت اخويا الكبير اني ما اقولكش على التفاصيل، بس انا في مهمة وانت هتفضل معايا علشان انا لما بقاتل لفترة كبيرة مش بقدر اكمل وبنام. فبيتعصب إيكوما وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ فبتضربه مومي وبتوقعه على الارض وبتقول له انت لازم تبدأ تدريب. وبيجي واحد من الناس وبيقول لمومي احنا مش عايزين الاشخاص دوال في القطار، فبتقول له ايامي هما هيفضلوا في آخر القطار، ويبقى في أشخاص عايزين يوقفوا القطار علشان ينزلوا يصلوا لعائلتهم اللي ماتت. وبيبقى إيكوما بيتدرب مع يومي وبتضربه ضربات كتير وهو مش عارف يصد ولا ضربة. فبيسألها إيكوما وبيقول لها انت ليه لابسة الشريطة دي على رقبتك؟ فبتقول له يومي أنا لو شلتها هستخدم كامل قوتي. لكن فجأة بتحس إن في زومبي وبتجري تفتح الباب وبتشوف شخص بيضرب واحدة لأنها أخدت حصتين من الأكل. لكن بتوصل يومي وفي كل الناس بيبقوا خايفين، وبتتفاجئ لما مش بتلاقي حاجة. فبيجيلها إيكوما وبيقول لها ترجع معاه، فبيجي الحارس وبيبقى عايز يخلص عليهم. وبتيجي أيامي بتقول لهم انتوا خرجتوا ليه؟ فبيقولوا الناس إنهم لازم يخرجوا من القطار. لكن بيجي شخص وبيقول إن خزان المية في مشكلة وكده هيواجهوا مشكلة، وبيوقفوا القطار وبيخرجوا عشان يصلوا. وبيكون تاكومي واللي معاه بيصلحوا القطار، ويكوما واقف مع مومي وبتسأله ايه اللي في ايده ده لأنها لما بتضربه بتألم، فكنت المفروض أقاتل ما سيبهاش. فبتقول له يومي الضعيف بيموت والقوي بيعيش. بتقول ايامي للناس إيكوما ويومي ناس كويسة وكانوا بيساعدونا. فبيقول لها الأشخاص دوال هم لو تعرضوا لينا احنا مش هنقدر عليهم. وبتدخل ايامي على إيكوما ومومي لكن بتشوف ان في اشخاص ماسكين اسلحة، فبتقول لها انا ممكن اتقاتل عادي، وبتنط قدامهم وبتنزل علشان تقتلهم. لكن بتوقفهم ايامي والست اللي كانت في القطار قاعدة وبتبقى عندها قوة اللي عندي إيكومي وبتتعب. فجأة ايامي بتهجم على إيكوما وبتضربه بالسكينة في قلبه وبتسأله ليه انت مش عايز تستخدم ايدك التانية؟ فبيقول لها انا خدت عهد على نفسي اني مش هستخدمها. الزومبي هم اعدائي وانا عندي هدف واحد ان اخلص على الزومبي كلهم. فالناس بيصدقوا وبيمشوا وبتسأله ايامي هو ليه ما استخدمش قوته؟ فبيقول لها انا مش
بقدر استخدم قوتي كويس، وانا كنت قلقان اني اذيكي. وفجأة بيقع ايكوما على الارض، وبتبقى مومي جعانة وبتقول لهم انها عايزة دم عشان تاكل. فبيتضايقوا اهل القرية وبيتضايقوا من كلامها. فجأة في واحدة بتتحول لجثة، وقفة بتطلع مومي السيوف بتاعتها وبتهجم عليها بتموتها. وفجأة بنشوف ايامي وقعت على الارض وبيهجم عليها ايكومي عليها. بيكون الناس متضايقة من قتل المرأة لأنها كانت حامل في طفل، بس في واحد فيهم بيشوف إن في أعداد كبيرة في الزومبي بتقرب عليهم. وعلى الناحية التانية بنشوف إيكوما بيهجم على إيامي، لكن بيجي الحارس وبينقذها وبيضرب إيكوما، بيبعدوا عنها. فبيفوق إيكوما وبيقول لهم معقول أنا اتحولت الجثة؟ فبيتعصب الحارس وبيقول له أنت هتعمل نفسك مش عارف. لكن فجأة مومي بتدخل عليهم وبتقول لهم إن الزومبي بيقربوا عليهم، فبيجهزوا القطار علشان يمشوا، لكن بيهجموا الزومبي عليهم. فبيضرب الحارس واللي معاه على الزومبي، وبيكون الناس اللي في القطار متضايقين من إيكوما ومومي وفاكرين انهم هم اللي جابوا الزومبي، وبيكونوا عايزين يخرجوهم بره القطار. وبيجي اشخاص يتكلموا مع ايامي، وبيسالها واحد منهم وبيقول لها هتتصرفي ازاي في الكارثه دي، لكن بيحذروا الحارس وبيقول له الزم حدودك، انت بتتكلم مع بنت الزعيم. فبيقول لهم الناس متضايقين وحاسين ان ما دام القطار تحت قياده بتاعتك الامور هتزداد سوء. فبتقول له ايامي انا عارفه اني مش قد الموضوع. فبيقول لها الشخص ده لو انت كمان شايفة كده يبقى تسلمين المفتاح الرئيسي وانا هبقى المسؤول عن القطار. فبتقول له ايامي خلي بالك طريق الجبال هيبقى فيه زومبي وهيهجموا علينا. فبيقول لها لا، ما دام الطريق الاسرع لينا، وبيموت في البشر اللي قدامه. وبعد كده بيدخل في القطار، ففي واحد بيطلع السكينة لكن الزومبي بيخلص عليه، وبيبقى ايكوما بيتفرج على الزومبي وهو بيهاجم على واحدة واقعة على الارض وبيقتلها بالسيوف اللي معاه، بيخلص عليها. فبتقرب مومي وبتاخد السلاح وبتضرب نار على الزومبي، لكنه بيتفادى كل ضرباتها ومش بتقدر انها تصيبه. وبيتكلم تاكومي في الميكروفون وبيقول إن الزومبي هجموا عليهم. فبتعرف يامي والشخص اللي معاها، فبيقول لها الحارس سيب الموضوع ده عليا. فبتقول له يامي لا أنا جاية معاك. وعلى الناحية التانية بيقول إيكوما ليومي يلا نخرج ونخلص عليهم. وبيوصلوا الزومبي عند يامي والحراس بيكونوا وبينزل الدم في جسم إيكوما وبيوصل لقلبه، وبيقع الزومبي والحارس على الأرض. فبينزل إيكوما وبيهجم على الزومبي وبيوقعه على الأرض وبيضربه بالسلاح، بيخلص عليه. وبيفرحوا كلهم إنهم خلصوا عليه، وبيعالجوا بعد كده المصابين وبينظفوا القطار. وبتاخد ايامي المفتاح مرة تانية وبتقول للشخص ده ايكوما ومومي هيفضلوا معانا على القطار. فبيقول لها الشخص ده طب ما هم محتاجين للدم. فبتقول له ايامي انا هديهم الدم. فبيقول لها واحد منهم انت لوحدك مش هيكفي الدم بتاعك. فبتقول له بنت من اللي واقفين انا كمان خدوا مني دم تاني، وبيقدروا انهم يفضلوا مع بعض، وبيقدروا انهم يعملوا سلاح زي سلاح ايكوما، وبيعملوا السيف بمعدن يقدر يقضي بيه على الزومبي. وبيكون في 2 بيتخانقوا على الأكل وبيطلع واحد منهم سكينة. فبتقوم مومي وبتقول لهم اتعاركوا في مكان تاني. فبيتعصبوا هما الاتنين أول ما بيسمعوا كده، فبيهجموا عليها، لكن بتقدر مومي إنها تضربهم هما الاتنين وبتحذرهم هما الاتنين إنهم يعملوا كده تاني. وبيجي كوما وبيقول لها انت تعملي مشاكل، لكن بتيجي ايامي وبسبب انها سمعت صوت وبتشكر يومي على انها خلصت الموضوع. وبيقولوا ان مومي الحارس بتاعتهم. وفجأة القطار بيقف مرة واحدة ولا السكة الحديدية، وبكده هيمنعهم من انهم يعدوا، وكده هيغدوا 10 ايام وبيبقى مش معاهم أكل. فبيروحوا يدوروا على أكل في المكان اللي هم فيه، وبيروحوا ياخدوا الأكل. وبتبقى مومي معاهم وبتشوف واحد رجله مقطوعة ورابط قماشة على عينه وبيتحرك، وبيروح لمومي وبيقول لها أنا مستنيكي برا. فبتخرج مومي وبتتكلم معاه وبتقول له إيه اللي حصل لك. فبيقول لها أنا لسه بساعد سموه حتى لو مش هفضل في الخطوط الأمامية. فبتقول له أنت محتاج حاجة مني؟ فبيقول لها قبل 20 سنة أحاط قادة الشوجن نفسهم بالأسلحة، بس مش عشان يقتلوا الزومبي، لا، علشان يقتلوا البشر، وأنا إينوكو بساعد لغاية دلوقتي. فبتقوله ده مش كفاية، أخويا لازم يرحب بعودتك. لكن فجأة بيهجم إينوكو على مومي وبيضربها بالسلاح، لكنها بتصد ضربته. فبتقوله أنت عايز إيه؟ فبيقول لها ما سمعتش جوابك. فبتقوله أخويا ما بقاش محتاجك وما تعملش حاجة زي دي تاني علشان المرة اللي جاية هقتلك. لكن بيقول لها هنشوف مين اللي هيتقتل.
فبيطلع من معاه مسدس وبيقول لها بطلي اللي بتعمليه لأن أخوكي ممكن يتخلى عنك. فبتفكر مومي ذكرى من ذكرياتها وبنت بتموت قدامها. وعلى الناحية التانية بنشوف إيكوما وهو وليه ما تروحوش على غرفة المرجل على طول، وبتسيبهم وبتمشي وبيستغربوا منها. وبتخرج مومي وبتفتكر كلام إينوكو وهو بيقول لها إن أخوها يتخلى عنها، وبتروح للأطفال وبتلاقي إن في كلب مصاب. فبتقول لهم مومي إن مفيش فايدة من كلب مصاب. فبتتضايق واحدة منهم وبتضرب مومي وبتقول لها أنت عايزانا نتخلى عن الكلب؟ فبتقول لها تخرج بره. وبيكون يوكوما واقف مع أصحابه وبيتكلم معاهم على الخطة. فبيقول له سوكاري منهم أنت واثق إن الشوجن جايين؟ فبيقول له إيكوما إيامي وعدتني بكده. وبيروح بعد كده لمومي وبيقول لها تاكومي وسوكاري وافقوا إنهم يساعدونا. بيبدأوا إنهم ينفذوا المهمة وبتبقى مومي معاهم وبتهجم على الزومبي بالعبوات عشان تفجرهم، وبيطلع السلاح بتاعها وبتضربهم كلهم وبتضرب واحد ورا التاني وبتهجم على مجموعة وبتضربهم كلهم وبتنط لفوق وبتكسر الماسورة وبتوقع عليهم. ولما بيوصل إيكوما واللي معاه للمكان بيلاقوا إن الزومبي كلهم مقتولين وبيعدوا على الجسر. وبينزل إيكوما قدام الزومبي وبيضربه بالسلاح بيقتله وبيروح يطمن عليها، بس المكان بيبدأ إنه يتدمر وفي صخور كتير بتقع على إيكوما ومومي. فبياخد إيكوما مومي وبيدخل جوه النفق وبيظهر وحش شكله غريب. فبتقول له يامي مش معقول يكون هو ده الوحش. بنشوف مومي موجودة في مكان غريب وفي بنت راكبة على حصان. وبعد كده مومي بتفوق والبنت اللي بتسوق القطار اللي اسمها يوكينا بتهرب من الوحش بسرعة كبيرة وبتقول لها يامي الوحش جاي في الاتجاه بتاعنا. فبتقول لها يوكينا هدخل ممر الإغاثة، وبتهرب في لحظة الأخيرة قبل ما الوحش يضربهم. وبيجري جندي يقفل الممر وبيبقى خلاص الوحش بيقرب عليهم وهم بيضربوا بالنار، لكن الباب بيتقفل قبل ما الوحش يدخل لهم. وبنشوف يومي واقعة على الأرض وبتنادي على إيكوما. فبيجي إيكوما يقومها وبيقول لها أنا سبت الرفع عشان أنقذك، وبيحاول يشيل الصخور اللي عليها وبيجيب حديدة وبيدمر الصخور. وبيكون القطار واقف في الممر وبيقول واحد من الأشخاص اللي واقفين إحنا مش هنقدر نخرج من الممر علشان الوحش. فبتقول لهم يامي إحنا ممكن نرجع لطريق جبل ناجي. فبتقول لهم يوكينا إحنا ما نقدرش نزود السرعة بأي شكل لأن الوحش لو جري ورانا ومش هنقدر إننا نهرب منه. فبيقول لهم واحد من اللي واقفين دلوقتي الوحش مش مركز معانا ونقدر إننا نمر من خلال القوة، والبرج مرفوع للنص ولو اتحملنا شوية الأضرار هنقدر إننا نعدي. فبيقول لهم تاكومي انتوا عايزين تسيبوا إيكومي ومومي؟ فبيقول لهم الشخص ده مومي راح تقاتل الزومبي وعشان كده الوحش هجم علينا، وكمان إيكوما ساب البرج وهرب. فبيقول لهم واحد من الحراس انتوا بتكبروا الموضوع. فبتقول لهم يامي احنا ما نقدرش نتجاهل الوحش ومفيش شك ان في حل تاني يقاتل. وبيقول لها احنا ضعفاء بس لازم اننا نقاوم. وبيروح عشان يقاتل الزومبي وبيستخبى في مكان عشان يضربهم. لما بتشوف مومي كده بتفتكر وهي صغيرة وكان والدها بيقاتل الزومبي. وبنرجع لإيكوما اللي بيضرب على العبوة وبيعمل انفجار وبيوقع الحديد على الزومبي، لكن بيهجم واحد من الزومبي على إيكوما، لكن إيكوما بيضربه بسلاحه وبيخلص عليه. فبيهجم عليه 2 من الزومبي لكن بيقدر إيكوما إنه يضربهم ويقتل اللي يقرب منه. بعد كده بتفوق مومي بتلاقي الحراس قدامهم فبتسألهم عن إيكوما. فبيقول لها الحارس إنه ما يعرفش عنه حاجة. فبتقوم مومي تدور على إيكوما وبتلاقيه واقع على الأرض. فبتروح عشان تفوقه. فبيفوق إيكوما وبيخرج الحارس وبيلاقي إن الوحش بيقرب عليهم وبيشوف إيكوما ومومي الوحش. وبيجي اليوم التاني فبيقرر الحارس إنه يدخل في قتال معاه وبيقول لهم أنا شايف محطة. فبيخرجوا كلهم يشوفوا. فبيقول لهم إيكوما دي محطة شيتوري وبيكونوا فرحانين إنهم وصلوا للمحطة دي. ولما بيوصلوا المحطة بتقول لهم إيامي للمجموعة من الأشخاص دوال. فبيقولوا لها عمال الصيانة إنهم محتاجين حديد وقطع غيار للقطار. فبتقول لهم يوكينا النهاردة يوم مهرجان النجوم، إن مهرجان النجوم ده يوم بيتكتب فيه الأمنية بتاعتك وبتعلقها على روحه ضربه وبيرموا بره. فبيقول للشخص ده للبائع أنا هاجي أخد البندقية بالليل، أنا كان نفسي حد يقول لي على اللي حصل لوالدي. وبتروح إيامي والحارس يقبلوا الوزير وبتقول له أنا جايبة هدية، دي بندقية رصاص نفاث عملها واحد من عندنا. وبتقول للحارس يجربها
وبيروح الحارس عشان يجربها، وبيتفاجئوا من قوة البندقية. فبتقول لهم إيامي لو عايزين تعرفوا البندقية بتتعمل إزاي أنا هقول لكم. إينوكو قاعد معاهم فبيسألوا الشخص ده هو الصياد ده بيعمل إيه هنا. فبيقول له كوجينتا إينوكو هيوصل شيتوري قريب. الوحش بيهجم على هوروبي لكنها بتنط بتتفادى الهجوم بتاعه، وبتنط مومي وبتضربه في وشه، وبتساعدها هوروبي وبترفعها لفوق، وبتنط مومي وبتضرب الوحش بالسلاح في دماغه، وبتهجم هوروبي عليه وبتضربه بالسيف. وفي التلات دي بيكون إينوكو وصل لبيبا وبيقول له انت ما تعرفش في ناس قد ايه عايزين يقتلوك، انا هنا عشان هما بعتوني، انا ممكن اقولك على مكانهم، اطلب مني اي طلب وانا هنفذه. فبيقول له بيبا انا مش محتاجك. فبيتعصب إينوكو وبيهجم على بيبا، لكن بيبا بينزل من على الحصان بسرعة وبيهرب وبيضرب إينوكو وبيوقعه على الارض وبيهجم عليه بالسيف، بس بيوقفه في الاخر لحظة وبيقول له انت كنت عايز تخون من الاول. فبيشوفوا إيكوما وبينادي عليه عشان ما يقتلوش، لكن بيبا بيضربه بالسيف وبيخلص عليه. فبيروح إيكوما ولكن بيقول لها الشخص ده سيب الموضوع للقائد. فبيقول بيبا انت بتنفعل ليه على الراجل انت ما تعرفوش. فبيقول له إيكوما عشان كان بيطلب المساعدة. فبيجري تاكومي وبيسكته وبيقول له بيبا هو اللي كان في خطر. وبيجي اليوم التاني وبيروح فريق بيبا وبيخلص على الأشخاص اللي بعتوا إينوكو يخلص عليه، وبياخدوا واحد منهم معاهم. وبتروح ايامي البيبة وبتقول له إيكوما حس بالتعاطف مع الشخص ده بس فانا عايزك تمسحه. فبيقول له بيبا لا ما حصلش حاجة، بس الوضع هنا غير آمنا، بقى أنا ممكن أجي معاكم لكونغو كاكاو. فبتتفاجئ إيامي أول ما بتسمع كده وبيركب. فبيقول بيبا هم بيقولوا للصيادين إنهم مش هيمروا. فبيقول له واحد من رجالة شكل كده الشوغن خايفين منك، ومحطة إيواتو هي الحصن الأخير اللي بيفصلنا عن كونغو كاكاو. وبتبقى أيامي ماشية مع الحراس وبتفكر وبتقول بيبا ممنوع من الدخول، يعني كده هنقدر إننا نفصل عنهم. تروح تقف مع باقي المجموعة وبيبقوا فرحانين إنهم بعدوا عن بيبا. فبتقول أيامي لإيكوما أنا موافقة إن مومي تيجي معانا. فبيقول لها إيكوما أنا هرجعها، لكن بتيجي يوكينا وبتنادي على إيامي وبتقول لها الوقت خلاص. فبتروح إيامي معاها وبيكون بيبا عامل خطة وبيقول لماما إحنا محتاجينك معانا. وبيجي شخص وبيقول لبيبا الزعيم هيدا إنه يقابلك ومش هيسمح إنه يكون معاكي غير بنت وطفل. وبتروح إيامي وتقابل مايدا وبيبا بيخلص على مايدا والمدينة بتتدمر من الزومبي وبيحاولوا الحراس إنهم يقتلوا الزومبي. وبتبقى مامي بتجري في المدينة وبتقول كل ده حصل بسبب إني فتحت البوابة، وبتكون في أم وبنتها وفي زومبي بيهجم عليهم، بس بتيجي مامي وبتخلص عليه. وبيبا مش بتاخد أيامي ويوكينا للقطار، وبيبقى الحارس ماشي في طريقه وبيشوف أيامي ويوكينا وهم داخلين القطار وبيهربوا الحراس كلهم من المحطة دي لكونغو كاكاو. بس بيجي واحد من رجال بيبا وبيدمر السلم وبيضربوا عليه نار، وبنشوف بيبا وهو في المختبر بينادي على هوروبي وبيحقنها بالمادة اللي هو عاملها. فبتخرج هوروبي بقوة كبيرة وبتجمع الزومبي اللي حواليها وبيأمر بيبا هوروبي إنها تدمر البوابة. فبتهجم هوروبي على البوابة وبدمرها، وبتروح مومي لبيبا وبتقول له إحنا مش فتحنا البوابة عشان القطار يمر. فبيقول لها بيبا اللي قدامك ده هو العدل والمساواة. وبتتحول هوروبي أكتر وبتبقى وحش ضخم، وبيكون في شخص اسمه سوري بيراقب اللي بيحصل. وبيجي شخص وبيقول له أنت لازم تقدم الدم الأبيض لهوروبي. فبيقول له سوي مفيش فايدة، مش هنقدر نرجعها من الوضع اللي هي فيه. وبيوصل الحارس للقطار وبيقتل الحراس، لكن بيطلع سوي سلاح من معاه وبيضرب على الحراس. فبتيجي ايامي وبتقول له يوقف اللي بيعمله والا هترمي الشنطة دي. بياخدوا الحارس وبيوقع بيه في البحر، وبعد ما هوروبي بتتحول بتهجم على فريق بيبا وبتقتلهم وبيحاولوا ويقفوا لكنهم مش هيقدروا. ولما بتوصل عند بيبا مش بتقتله وبيهجموا على مومي وبيقول لهم بيبا الضعفاء هيموتوا والأقوياء هم اللي هيعيشوا. فبينادي إيكوما على بيبا، لكن الشخص ده بيضربه بيخليه يغمى عليه وبيقول له بيبا هنروح للشوغن وهندمرهم.
وبيتحرك بعد كده القطار وبتديها لسوكاري، وبيروح توكوما عايز يدخل قلعة الشوغان. تقول له يامي يعني كان عندك 12 ورغم كده كنت القائد، لما بدأنا الحرب كنا قادرين عليهم، لكن فجأة الامدادات وقفت والزومبي خلصوا على كل الجنود، وكان والدي ورا كل اللي حصل ولازم نسرق المفتاح. فبيقول له الحارس أنا هجمع أي حاجة نقدر نستخدمها كسلاح، وبيتحركوا. فبيقول تاكومي لإيكوما طب من الناس اللي كانوا معايا؟ فبيقول لها بيبا عشان الزومبي. فبتقول له مامي دول أعدائنا. فبيدي تاكومي حديدة لإيكوما وبيهجموا بعد كده على الحراس وبيضربوا إيكوما معاهم عشان يولي على المعلومات، بيرميه عليهم وبيهجم عليهم بس بيصد إيكوما ضربته، فبيهجم ورابي عليه وبيضربوا ضربات كتير، فبيصدها إيكوما بالحديدة اللي معاه، لكن بيهجم إيكوما بيوقع منه السلاح وبيضربه ضربة قوية بيوقعه على الأرض. فبياخد ورابي سلاحه وبيضرب على إيكوما، لكن بيضربوا تاكومي بيوقعوا على الأرض. وبيخرجوا بعد كده وبيفتح إيكومو الباب وبيلاقوا الحراس قدامهم فبيهجموا عليه. فبيعرف بيبا اللي بيحصل فبيقول لمومي ترى مش هيعالجها، وبيطلع السلاح وبيضرب على إيكوما، لكن بياخد تاكومي الطلقة مكانه وبيموت. فبيعيط إيكوما وبيهجموا إيكوما على بيبا، لكن بيضربوا على الشخص ده في إيده الحجر. كاجيكا وباقي أصحابها بيشوفوا تاكومي وهو ميت على الأرض، وبيحاول الحارس إنه يقرب من تاكومي، لكن كاجيكا بتمنعه وبتقول له يبعد. فبيقول لها واحد من الحراس خليكي كويسة بدل ما نقتلك انت كمان. فبتقول لهم اقتلونا كلنا. فبتهديها يوكينا، فبيقول القائد للحارس سيبهم، فيسيبهم وبيمشوا. وبنشوف بيبا وهو واقف مع مومي وبيقول لها انه وهو صغير ابوه ضربه بالسيف في ظهره، وبيقول له والده ساعتها الخوف هو اللي عمل كده، أنا عارف إنك عايز تساعدني. وبيمسك مومي وبيحقنها بالمادة اللي معاه، وبيروح وبيقول شخص لوالد بيبا إن تم القبض على بيبا وقطار كوتي تسوجو بيقرب علينا. وبتوصل إيامي للمحطة ومعها بيبا وبتعرفهم إنها إيامي وجت هنا عشان تسلمهم بيبا. فبيقول بيبا لإيامي خليكي فاكرة إن أصدقائك معايا. فبتقول له إيامي أنا هلتزم الخطة معاك. وبيروحوا بعد كده عشان يقابلوا والد بيبا، وبيبقى إيكوما حاسس إن في حد بيقرب فبيحاول يستخبى بس بيقع، وبيبقى اللي بيقرب ده هو الحارس وبيسأل إيكوما على اللي بيحصل وأيامي فين. وبتتحول بعد كده بيكون إيكوما بيجهز نفسه وبيحط السلاح مكان إيده، وبيفتكر لما سأل سوي عن طريقة يرجع بيها مومي تاني. فبيقول سو وبيهرج إيكوما وبيقول لسوي يديله المادة السوداء عشان يبقى عنده قوة. فبيقول له سوي أنت ممكن تموت. فبيقول له إيكوما أنا عايز أقتل بيبا وأنقذ مومي، وبياخد المادة وبيحقن جسمه فبيشيل إيكوما السوار، وبتتحول مومي لوحش ضخم وبيهجموا عليها بالقذايف بس مش بيحصل حاجة. فبيضربوا إيكومو بيطيروا فدمر القوة بتاعتها وبتتفوق مومي. بعد كده بتلاقي في إيديها الحجر الأزرق وبتلاقي إيكوما واقع على الأرض، وبيكون بيبا لسه ما ماتش وبيهجم على إيكوما. بيقول له أنت مش عايز تفولي، تعال وقتلني. فجأة بتهجم عليه مومي وبتقول له إحنا هنعيش حتى لو كنا ضعفاء. وبعد ما كل شيء بيبقى تمام بيعالجوا المصابين وبيجهزوا عشان يركبوا القطار وبيشوفوا طريق يقدروا إنهم يمشوا عليه. فجأة بيجي واحد من جال بيبا وبيقول لهم أنا أقول لكم، فبيتفاجئ أول ما بيشوفوا فبيقول لهم أنا هقول لكم على الطريق وفي المقابل نفضل معاكم في القطار. فبيتضايقوا الناس منهم وبتجري واحدة بتضربه بالقلم. فبتروح إيامي تهدي البنت وبتقول لهم إحنا هنتعاون. فبيقول لهم الشخص ده خلي بالك إيكوما والحارس موجودين هنا. فبتتفاجئ إيامي أول ما بتعرف كده، وبيروح الحارس لمومي وبيلاقيها رجعت لطبيعتها. وقولوا لي رأيكم في التعليقات وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك علشان نوصل لكم كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.